رجعت البيت اهو، وبعد ما جبت بقى اكلة السمك اللي هعملها النهارده والعزومة اللي والدتي عاملاها لي، اشتريت لها كل حاجة. زي ما انتم شايفين اهو كده، رجعت ما شاء الله لسه السمك بيلعب وصاحي. حطيته في الحوض بعد ما نضفته طبعا، وحطيت له المية عشان يفضل صاحي معايا شويه كده لحد ما اصور لكم. وبعدين هبدأ ان انا بقى انضفه واوريكم بقى النهارده ان شاء الله هنعمل ايه في عزومتنا. هنعمل كذا صنف سمك، هوريكم الاصناف التانية اللي انا جايباها ان شاء الله باذن الله الفيديو كله يعجبكم. ده بقى حبايبي السمك البوري ما شاء الله، اللي بيتعمل فسيخ وبرده بيتعمل صواني اهو زي ما انتم شايفين. بيتعمل بيس اللي هو ال السنجاري اللي هو بيتفتح خالص وبيتحط عليه بقى الخضره، وبيتعمل بيه صواني. ده جبته برده مع البولتي. طبعا لسه بنضفه بنفس الطريقه اللي نضفت بيها البولتي. خليكم معايا بقى عشان نشوف النهارده عزومه السمك دي عامله ازاي. خلاص حبايبي كده بقى هو السمك خلاص كده انا كبيت منه الميه عشان ابدا انضفه بقى معاكم. شايفين ما شاء الله السمك زي اللوز ازاي، السمكه ماسكه نفسها ازاي طبعا، والشكل الدموي ده بيبقى دليل ان السمكه طازه وجميله. بتعرفيها برضو من الخياشيم من جوه. طبعا انا مش محتاجه كل الحاجات دي لان طبعا شفتوه بيلعب معايا ازاي وصاحي كان ما شاء الله، فطبعا باين هو طازه وفريش. السمكه بصوا زي ما شاء الله، يعني حتى العوجه اللي فيها دي بتبقى تحفه، يعني ماسكه نفسها بصوا ازاي، ما ولا بتروح ولا بتيجي معايا، تحسوا ان هي زي الخشبه كده. تعرفوا ان السمكه كويسه جدا لو لقيتوها ماسكه نفسها زي الخشبه. لو لقيتوها مرخرخه تعرفوا ان هي مش كويسه، ده في حاله لو السمك مش صاحي قدامك ومش بيلعب زي ما انتوا شفتوني وانا جايباه. هنضف معاكم دلوقتي اول سمكه عشان اوريكم الطريقه. انا ما نضفتهوش في المحل، انا نضفته جبت انضفه هنا عشان اوريكم الطريقه تنظيف البيت عامله ازاي، وهي سريعه وان شاء الله تنجز معاكم. تعالوا معايا كده ان شاء الله جوه الحوض كده. بصوا كده، اول حاجه طبعا انا بشيل ديل السمكه ده، بهندمها كده بخليها شكلها لطيف كده عشان لما تيجي تتاكل تبقى لطيفه. زي ما انتم شايفين بشيل الجناح كده بالمقص برضو اهو. بعدين بشيل الجزء ده اللي هي بقى الخياشيم والحاجات دي كلها بتتشال اهي عشان كمان ما تشوكش حد وهو جاي ياكل. تمام، مفيش حاجه بنسيبها تقريبا غير اللي هو الجزء ده اللي هو الزعنفه دي ودي، دولت بس اللي بنسيبهم. دي اول خطوه. تاني خطوه بقى اللي بالمقص كده زي ما يكون سكينه، وببدا ان انا اشيل القشر اللي على السمك. شايفين القشر؟ شايفين اهو، ده لازم يتشال عشان السمكه تشرب معاكي الدقيق وتشرب معاكي الدقه والخلطه. وكمان تبقى سهله في القلي، وكمان ما يبقاش فيها زفاره متحاشه في القشر بتاع السمك ده زي ما انتوا شايفين اهو. يبقى لازم تتحكي كده كمان قبل ما تفتحي بطنها عشان تبقى ماسكه نفسها معاكي. تمام كده السمكه ما بقاش فيها اي قشر. دي كانت الخطوه التانية. الخطوه التالتة اهو، باجي هنا كده بفتح بالمقص كده من هنا اهو، ببدا ان انا اخش على الجزء ده، عايزه اخش على المنتصف بتاعها اهو. بمشي كده بالمقص اهو زي ما انتوا شايفين كده لحد ما افتح لحد الخرم اللي هو بيبقى في بطنها اللي هو الصغير ده اهو. ببدأ ان انا بقى اشيل اي زيادات جوه اللي هي المصارين بتاعتها اهو كده. طبعا الجزء اللي جوه ده اهو كده ما لازم ده هوا كده لازم يتفتح اهو عشان يبان العمود الفقري بتاع السمكة كده اهو كده. احنا طبعا طلعنا كل المصارين من بطنها. طبعا بقى الحاجات الزيادات السودا والحاجات دي بيبقى عندك فرشة اسنان مخصصاها لتنظيف السمك من جوه. حتى لو منضفه السمك ده في محل عند بتاع السمك برضو لما تجيبيه قبل ما تنقعيه نضفي بفرشة الاسنان السمكة من جوه بطنها عشان الزفارة اللي جوه تتشال. ده كده كان الجزء الثالث. اخر حاجة معانا في تنظيف السمكة هو ان احنا نشيل الجزء ده زي ما انتوا شايفين كده اللي هو الاحمر اللي جوه ده اللي هي الخياشيم اللي جوه. تمام، بنسيب بس الغلاف اللي من بره ده عشان يبقى يدي شكل للسمكة وهي يعني بعد ما تتشوي او تتقلي او كده. بنشيل الجزء اللي جوه ده اهو اهو بحيث ان احنا نفضي خالص الدماغ بتاعتها.
نفضي الراس بتاعها من جوه خالص، ما نخلاش فيها اي حاجه. كده احنا خلصنا خلاص بقى التنظيف بتاع السمكه. المفروض ان احنا دلوقتي هننقعها بقى في ملح ودقيق وليمون. حذاري حذاري من وضع السمك في خل، عشان دوت بيعمل على الخل، بيعمل على بيطري الانسجه، وبالتالي السمكه هتبقى مهدله معاكي وانتي بتقليها او بتشويها، مش هتبقى ماسكه نفسها وحلوه. الخل يا جماعه بيضعف انسجه اي حاجه، يعني لما بنحطه على الفراخ او على اللحمه بيهدل الانسجه، ده بيساعد على تسويه اللحمه او الفراخ بسرعه. فبلاش الخل حتى في ميه التنظيف. كفايه الليمون والملح والدقيق. ويلا بينا نشوف جزء تاني من عزومه النهارده. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، انا طبعا السمك البوري اهو هعمله صينيه زي ما قلت لكم. نضفته تماما اهو، فتحت له بطنه خالص، نضفتها بقى وليمون وملح ودقيق نقعته فيهم زي ما انتم شايفين. المهم دلوقتي هبدا ان انا احطه في صينيه الفرن، اللي هي الصاجه بتاعه الفرن نفسه، بتاعه فرن البوتاجاز، عشان الكميه. وحطيت ورقه فويل عشان البوري بيبقى هش كده وممكن يلزق معايا، وانا عايزاه يحافظ على كل سمكه تحافظ على نفسها، فحطيت له ورق فويل. هبدا ان انا احشيه بالخلطه بتاعته اهي، الخلطه اللي انا عملتها اقول لكم عليها دلوقتي مكوناتها ايه، وبعدين هدخله الفرن وهو سخن. الحشوه دي عباره عن ايه؟ الحشوه دي عباره عن طماطم متقطعه، بقدونس، شبت، كزبره خضراء، وكمان بصل وتوم، وحطيت بقى التوابل اللي هي الكمون وشويه شطه صغيرين، والملح طبعا، وعصرت ليمونه واحده عشان تحافظ لي على او تديني طعم كده مزز جميل في الخلطه. تمام كده. وطبعا الملح اساسي. هحشي بقى السمك ده كله وبعدين هدخله الفرن، وخليكم معايا عشان نشوف بقيه العزومه النهارده عامله ازاي. رجعت لكم تاني وعشان اوريكم بقيه العزومه فيها ايه النهارده. طبعا ده السمك البلطي اللي احنا نضفناه اهو، اللي كان بيلعب في اول الفيديو. نضفتها تمام خلاص يعني، ونقعناه 100 100. دلوقتي ده الجزء اللي انا هقليه بقى. الحشوه بتاعته اهي، عباره عن ايه؟ عباره عن توم، كمون، شطه، ملح، وليمونه، عصير ليمونه عشان تديله مزازه لذيذه كده. وكمان الليمون في القلي بتاع السمك بيمنع زفاره السمك. تمام. وكمان السمك اللي احنا هنعمله بوري، في ناس عندنا ما بيحبوش البوري الصينيه، لان انا هعمله صينيه فطبعا عايزينه شوي. حشيته بنفس الخلطه اللي انا هحشي بيها الصينيه اهي، وكمان هشويه بقى. وكمان حشيت معاه كام واحده بولتي كده، عشان اللي بيحب الشوي يبقى برضو بطن مفتوحه او بيبقى بالحشوه ديت. معايا كمان بقى حاجه جميله قوي، دي بطاطس مسلوقه قشرتها طبعا بعد ما سلقتها، لان سلق البطاطس بعد ما يعني، او تقشير البطاطس بعد ما تتسلق بيبقى افضل، لان قشره البطاطس بتحافظ على العناصر المهمه جوه البطاطس. فطبعا غسلتها كويس وبعدين سلقتها وبعدين قشرتها. تمام. هعمل ايه بالبطاطس دي؟ بنعملها هنا في اسكندريه جنب السمك، بنعمل حاجه اسمها سلطه بطاطس جنب السمك، او بتنجان مقلي. فطبعا النهارده عملت بقى البطاطس السلطه دي، سلقتها كويس جدا، وهبدا ان انا يعني اعمل كده بالشوكه لغايه ما تبقى اهرسها كويس قوي، وبعدين هعمل لها دقه كده على البوتاجاز وهعملها معاكم. خليكم معايا لحد اخر الفيديو بقى عشان نشوف العزومه كلها شكلها عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، انا كمان هعمل رز صياديه. رز صياديه كده على السريع. طبعا بنقطع بصله وبنحط عليها زيت او سمنه حسب الرغبه يعني، وبعدين هبدا ان انا اغسل الرز كويس واحطه يتشوح مع البصله، وانزل عليه بميه سخنه بنفس كميه الرز اللي انا حطيت لها. يعني لو حطيت كوبايتين رز يبقى كوبايتين ميه. طبعا هسيب البصله دي تتحمر لحد ما تبقى لونها بني غامق جدا، عشان رز الصياديه يطلع معايا اللي هو اللون الذهبي اللي انتوا بتشوفوه في المطاعم. كمان هعمل ايه؟ يلا هعمل سلطه خضراء اهي، الخيار والقوطه بقى والبقدونس والشبت والجرجير. دي من ضمن العزومه النهارده اللي احنا هنعملها برده السلطه. هكمل بقى. احنا طبعا دلوقتي بنقلي السمك اهو زي ما انتم شايفين اهو. طبعا هخلص بقى كل حاجه وبعدين هوريكم الشكل النهائي. زي ما انتم شايفين كده انا بحمر التومه اللي هعملها على البطاطس اللي هي السلطه. زي ما انتم شايفين كده انا هرست البطاطس، حطيت عليها بقدونس، وهنزل عليها بالتومه بقى بعد ما تتحمر، واحط عليها خل وكمون يعني زي دقه كده هنزل عليها بيها، هتبقى سلطه البطاطس اللي احنا بنحبها اهو. احمر التومه وهنزل عليها. خليكم معايا بقى عشان تشوفوا شكل السفره النهائي بقى في العزومه النهارده.
رجعت البيت اهو، وبعد ما جبت بقى اكلة السمك اللي هعملها النهارده والعزومة اللي والدتي عاملاها لي، اشتريت لها كل حاجة. زي ما انتم شايفين اهو كده، رجعت ما شاء الله لسه السمك بيلعب وصاحي. حطيته في الحوض بعد ما نضفته طبعا، وحطيت له المية عشان يفضل صاحي معايا شويه كده لحد ما اصور لكم. وبعدين هبدا ان انا بقى انضفه واوريكم بقى النهارده ان شاء الله هنعمل ايه في عزومتنا. هنعمل كذا صنف سمك، هوريكم الاصناف التانية اللي انا جايباها ان شاء الله باذن الله. الفيديو كله يعجبكم.